نظبط بقى الدنيا. اجيب كوبايه الشاي بتاعتي، الجو ساقع جدا، نتدفى سوا. ماشي، تمام كده. يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نور من قناه يومياتي مع نور، وده فيديو جديد يا رب ان شاء الله يعجبكم. النهارده بقى جايه لكم فيديو تحفه جدا وهيفيد كل العرايس، ان شاء الله يعجبكم. انا مصوره الفيديو ده بقالي فتره بس مش عارفه ليه كنت مكسله على المونتاج، فان شاء الله بقى ايه مش هتاخر عليكم تاني. انا بقى جبت كوبايه الشاي بتاعتي وقلت اطلع بقى ايه اتشجع معاكم كده وانا بشرب كوبايه الشاي وايه ونصور سوا. بصوا بقى، انا كنت عند ماما ورحت محل في مول كده بيبيع اي حاجه ب7.5. عايزه اقول لكم اسعاره حلوه جدا، عجبتني جدا جدا، وعنده حاجات حلوه قوي قوي. انا مصوره لكم كمان في جوله فهنزلها لكم، بس اوريكم الاول الحاجات اللي انا جبتها وبعد كده نشوف الجوله مع بعض والمحل ده فيه ايه والعنوان وكل التفاصيل عنه. يا رب ان شاء الله يعجبكم. فتعالوا دلوقتي نشوف انا جبت ايه. بصوا، انا طبعا عشان كنت عايز ديكورات في الورد وكده الحاجات دي فجبت ديت. الحاجات دي عندهم بصوا تفاصيلها تحفه قوي، هنا نجيله والورد حلوه قوي قوي قوي. حصل خير. المهم دي كانت عامله 7.5. عندهم اي حاجه ب7.5، فانا جبت دي كده. وجبت ايه كمان؟ جبت الطاره دي. الطاره ديت بتعمل عليها مكرميه، بتحط هنا كده خيوط مكرميه، فانا هستغلها استغلال تاني، فهتشوفوا في الفيديوهات الجايه هعمل فيها ايه. دي برضو كانت ب7.5، مكتوب عليها اللهم بارك هذا البيت، حلوه جدا. تمام. وجبت كمان دي بصوا مكتوب عليها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حلوة قوي. بصوا كان في بقى اللهم صل على محمد وفي اذكار تانية كتير، فانا اخترت دي. بصوا حلوة قوي. تمام. جبت كمان دي. بصوا دي، في من دي بقى اللي هي مفرغة من فوق والخشب ده بيكون من تحت هنا، بيتحط فيها مناديل على السفرة، بتبقى محطوطة كده على السفرة، بتبقى حلوة جدا. بس انا مش جبتها عشان كده خالص، انا جبتها عشان خاطر احطها كديكور. جبت حرف الام ده على حرف جوزي، هي مفرغه كده من جوه، شكلها حلو قوي. بصوا، رب يكون باين لكم التفاصيل بتاعتها. تمام كده. جبت ايه كمان؟ جبت الاسبونشات دي اسبونشات بتاعت المواعين. بصوا هي اتنين في بعض كده. انا لما سألت عليها هنا كنت جايباها اصلا، كانت الواحدة ب10 جنيه، فلقيتهم هناك الاتنين عاملين 7.5، فجبت الاتنين دول كده. بعد بقى ما خلصت جبت الحاجات دي من هناك. هوريك كمان جبت ايه، ثواني. بصوا جبت الشكل السداسي ده اهو، بتحط كديكورات يعني في الحيطة. برضو كان عاجبني بقاله فترة وهو طالع، بس انا ما جبتوش فجبت منه 4 اهو. جبت ال4 دول برضو، الواحدة ب7.5، جبت منهم 4. بصوا بقى الحاجة الوحيدة اللي عجبتني قوي 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 كانت شكلها قمر. بصوا الجزمة الجميلة دي وتفاصيلها حلوة ازاي. انا جبتها برضو ب7.5، هي ممكن تحطي كديكور على التسريحة. بصوا حلوة حلوة جدا، وحتى تفاصيلها جميلة قوي، فعجبتني اهي. تمام. انا بقى جبت الحاجات ديت يا رب بس ما اكونش ناسيالكوا حاجه تانية جايباها. انا جبت الحاجات دي، وبعد ما جبت الحاجات دي رحت سوق الجمعه. سوق الجمعه دوت بيبيعوا فيه حاجات حلوه قوي برضو. رحت هناك واتمشيت، شفت الحاجات اللي كانت ناقصاني برضو وجبتها.
اول حاجه كنت عايزه اجيبها هي المبخره القمر دي، بس للاسف وقعت، الحته اللي فوق دي اتشالت، فالحمد لله. بصوا شكلها حلو ازاي اهي. طبعا بقى اسعار سوق الخميس غير المول اللي انا بقولكوا عليه، فدي عامله 20 جنيه. كانت من واحده بتبيع فخار طواجن بقى وقلل وحاجات زي كده، فانا جبت المبخره دي لان كنت محتاجاها. ما عنديش مبخره، فدي جميله جدا وعجبتني فجبتها ب20 جنيه. وكمان جبت بقى ايه، جبت بصوا بقى الورد ده جبته عشان خاطر الفازات اللي انا جبتها كانت محتاجة ورد، فانا قلت ايه ممكن انا اقسمهم يعني 3 مع بعض 3 تانيين مع بعض، هما كلهم 7، اقسمهم يعني واحطهم في كل فازة شوية علشان يدوا شكل حلو، او ممكن احطها في فازة واحدة، فهشوف لسه هعمل ايه. بس انا حاسه ان الورد بتاعها شكله طبيعي اكتر وحلو جدا، فجبتها. دي كانت عاملة 35 جنيه. تمام. بص بقى جبت ايه كمان، جبت الورد دوت. بصوا هو طويل، فرع طويل اهو. انا كنت عايزه صراحه الورد اللي هو الاصغر من كده شويه، بس ما لقيتش، بس لقيت ده حلو قوي قوي. ب15 جنيه، كان ب10، ولما على ما رحت غلي وبقى ب15، بس حلو جدا جدا وطوله كمان حلو، فجبت فرع منه اهو. جبت ايه كمان، صحيح، من ضمن المحلات برضو اللي انا جبتها، جبت ديت من المحل اللي هو ب7.5، دي جبت دي ب7.5، حلوة قوي برضو. دي زي نظام رسالة كده ملفوفة، محطوط عليها الكاب دوت والفيونكة اهو، حلوة قوي، تحط كده. تمام. جبت ايه كمان بقى من السوق، جبت المقص دوت. المقص طبعا انتوا كنتوا شايفينه في الفيديو اللي فات، تعبني قد ايه على ما قصيت يعني المفارش وكده، فانا عشان عايزه اعمل ديكورات جايه، فعايزه حاجه تساعدني على التصوير، فجبت المقص دوت، كان عامل 20 جنيه. واخر حاجه بقى جبتها البلانشه دي. البلانشه دي كانت عجباني، واللي عندي بلاستيك، ف ما كانتش يعني حلوه قد كده، خامتها حلوه، اول ما قابلتني ديت في السوق جبتها على طول. دي كانت عامله سعرها كام، كان عامله 45 جنيه، و يعني خامتها كويسه، مش وحشه، وفيها من هنا اللي هي العليقه دي عشان تتعلق منها، حلوه قوي، حجمها كمان حلو، بصوا حجمها كبير وحلو. فبس كده، دي كانت المشتريات اللي انا جبتها. يا رب ان شاء الله تعجبكم. تعالوا بقى نشوف الجولة مع بعض في المحل، وهقول لكم العنوان بتاعه وتفاصيل المحل و... ولو محتاجين اي حاجة تسألوني عنها اكتبولي في التعليقات، ويلا بينا نشوف الجولة.